بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم. على حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوا في الفيديو، دي قناتي. لو اول مرة بتشوفوني اتمنى طبعا تشتركوا، اتمنى كمان نتفاعل باللايك علشان اول ما انزل فيديو ان شاء الله باذن الله يوصلكم كل جديد. فيديو النهارده هيبقى فيديو مهم جدا بجد، حاباكم تسمعوا لي النهاية ان شاء الله باذن الله. هقول لكم كده معلومة عشان كان جالي سؤال الصراحة وكان نفسي أجاوب عليه بالتفصيل، فهجاوب معاكم في الفيديو ده. وطبعا اسمعوه علشان إن شاء الله تستفادوا. هتكلم معاكم إيه في المضادات الحيوية، وكمان الطريقة السليمة للاستخدام، وكمان التشخيص السليم. للأسف معظم الناس بتحط المضادات الحيوية غلط، وبالتالي كمان لما تحط المضاد الحيوي غلط بتزيدي كمان من حدة انتشار المرض عندك. وكمان ما بيكونش ليه اي فايده. فان شاء الله باذن الله النهارده هتكلم معاكم بالتفصيل، لان زي ما قلت لحضراتكم جالي سؤال. واحده بتقول انا الفراخ عندي عندها برد شديد، وحطيت مضادات واديت مضادات حيويه كتير واديت اعشاب ومفيش فايده، والفراخ زي ما هي. طيب اول حاجه بس عايزه اعرفكم ايه هو المضاد الحيوي. في نوعين من المضاد الحيوي، هبدا دلوقتي هقول لكم عليهم. اول نوع معايا بنديه لو الفراخ عندك المناعه عندها قويه، يعني اهم حاجه الفرخ يكون المناعه عنده قويه، فبنبدا نديله نوع معين من المضادات الحيويه. تمام. في النوع التاني بنبدا نديه للفراخ اللي هي المناعه عندها ضعيفه، فلازم تفرقي. يعني ما ينفعش الفراخ عندي مثلا المناعه عندها ضعيفه واديها مضاد حيوي قوي، او الفراخ مثلا المناعه عندها كويسه واديها مضاد حيوي ضعيف. طيب انا هعرف الكلام ده كله منين؟ التشخيص، الدكتور هو اللي هيبدا يشخص لك الحاله، وهو هيبدا يشوف الدنيا عندك ايه. حاجه كمان انا ببدا اشوف كده طيوري شكلها ايه. يعني مثلا الطيور عندي عندها شويه اسهالات بس بتاكل وبتشرب، عندها برد بس بتاكل وبتشرب والوضع تمام. ممكن لو انا حابه ادي مثلا مضاد حيوي، يبقى كده المناعه عند الطيور عندي كويسه. طيب المناعه عندي مش حلوه، الطيور واخده ركن، الطيور ما بتاكلش، اسهالات شديده، الكلام ده، يبقى معنى كده ان الطيور عندك المناعه عندها ضعيفه. ابدا اعرف ازاي؟ ابدا اصور المكان عندي، اصور شكل الطيور، اروح لدكتور. دايما دايما بنصحكم لما تيجي مثلا تجيبي العلاج لازم يكون دكتور شاطر، لان لو الدكتور بقى بدأ يديك مضاد حيوي مش مظبوط للحالة اللي عندك دي، زي ما قلت لكم في اول الفيديو، هتبدأ ان المناعة تضعف اكتر. وكمان كأنك انت مش حاطة اي حاجة خالص، يعني كأنك انت مش جايبة علاج ومش حاطاه. وزي ما قلت لك يعني هيسبب معاكي ان هيضعف المناعة، وهيبدأ ممكن بقى بعد كده طبعا ضعف المناعة بزيادة، الفرخ مات عندك، الكلام ده كله، بدأت تنتشر عندك الأمراض بزيادة، الكلام ده كله. فلازم علشان نشخص الحالة كويس وندي مضادات حيوية. أنا مش هذكر لكم أسامي المضادات إيه، يعني أنا مش هقولك مثلا المناعة عنده قوية هياخد مضادات إيه والمناعة عنده ضعيفة هياخد مضادات إيه، بس أنا حبيت ألخص لك الحالة، لأن أنا قناتي بتعتمد على شغلي بالأعشاب، حاجات بسيطة. بس لو اضطريت إن أنا أجيب علاج بجيب علاج. فانت دلوقتي علشان تعرفي الوضع عندك ايه بالظبط لازم يكون في دكتور بتعرفي تتعاملي معاه. وكمان لما تروحي وتلاقي مثلا بنوته صغيره واقفه وكلام من ده، ما تجيبيش العلاج، استني لما الدكتور الصيدلي يجي. ليه بقى؟ لان هو للاسف، وده للاسف يعني كلنا مرينا بالكلام ده كله، بيحطوا علاج. الفراخ عندك عندها شويه اسهال، اديها من النوع ده. الفراخ اللي يجي يسالك يعني الفراخ فيه اسهال، اديله من النوع ده. الفراخ عنده برد، اديله من النوع ده. طيب يا دكتور انت شفت الوضع عندي ايه؟ شفت الفراخ عندي مثلا المناعه ضعيفه، هل انا لو اديت العلاج ده هيأثر عليهم ولا لا؟ فلازم نكونوا فاهمين كل حاجه قبل ما ندي اي حاجه في اي حاجه. علشان كده دايما انا ما بحبش يعني اقول اسماء اي علاجات، لاني انا ممكن اقول لك مثلا هات المضاد الحيوي الفلاني الكذا، طب ما هو ممكن مش هيمشي مع الحاله اللي عندك. فالصراحة أنا بخاف من النقطة دي، وما بحبش أقول مثلا أنا جبت علاج يا جماعة فعال مثلا عند الطيور عندي مضاد حيوي وأقول لكم هاتوه. لا، أنا ممكن أقول لك هاتي مضاد سموم أنا جبته، مضادات السموم حلوة عادي مفيش مشكلة خالص. ممكن أجيب دواء استقبال أقول لك أنا جبته. إنما أنا المضادات الحيوية والحاجات دي أنا بخاف منها، حتى جرعة الكوكسيديا والكوليستيريديا والكلام ده. يعني في مثلا جرعة وقائية للكوكسيديا والكوليستيريديا، وفي جرعة فعالة للكوكسيديا والكوليستيريديا، يعني للناس اللي هي موجودة فعلا عندها كوكسيديا كوليستيريديا ألوانات أشكال إسهالات مختلفة، فبندي الجرعة الفعالة. وفي جرعة وقائية برضو الدكتور هو اللي بيحدد. طيب هو أنا ينفع أحط مثلا نوعين مضاد حيوي مع بعض؟ ينفع. ممكن الدكتور برضو يركب لك نوعين مثلا
مع بعض الاتنين علشان خاطر الحالة اللي عندك. المهم حبايبي، نهاية الفيديو أنا عايزة بس أقولك إن مش أي حاجة ندوها، ومضاد الحيوي ده خافي منه على قد ما تقدري. من تجربتي برضو في المضادات الحيوية زي ما قلت لكم ان هي ممكن تضعف المناعة، ممكن يعني تخلي الحالة تزيد مش تقلل من الحالة. فخدي بالك من حتة الايه المضادات الحيوية دي. ودايما دايما هاتي كتكوت يكون كويس، ظبطي المكان، ظبطي التهوية، درجات الحرارة، علشان ان شاء الله باذن الله ما تلجئيش بقى ان انت تجيبي علاج والكلام ده كله. والناس اللي جايبه عدد كتير، هاتي علاج. انا اللي بقولك هاتي علاج وقائي. بمعنى ايه؟ هاتي جرعه للكوكسيديا، مش هستنى ان الكوكسيديا كولوستريديا تبدا تظهر عندي في المكان. هاتي مضاد حيوي كويس، حاجه مستورده، ازازه صغنونه كده احسن ما اجيب ازازه مثلا كبيره. لا، هاتي كده ازازه تكون مستورده صغيره، حطي منها مره كل اسبوع مضاد السموم. اعمل لكم حلقه مخصوص لمضاد السموم، علشان ساعات برضو ناس بتقولي ده انا حطيت خل وما جابش نتيجه. الخل ده حاجه وقائيه، يعني مش حاجه فعاله. ان انا مثلا عندي مشكله في المكان، عندي اسهالات شديده واقول لك حطي خل، لا. انا ممكن اقول لك حطي ايه. دايما لازم يكون عندك اي مطهر معوي في الثلاجه، زي انتينال، زي كبكت، زي فلاجيل، اي حاجه تكون مطهره عندك في الايه في الثلاجه دي بقى للاعمار الصغيره. انا بحب احط انتينال، فلاجيل، كبكت، الحاجات دي موجوده عندي ازازه في الثلاجه. استخدم غطا على ريت الميه، ده بالنسبه للاعمار الصغيره. اول بقى من بعد مثلا الاسبوعين ممكن ادي حبايه وابدا افتحها كده على نص رتل ميه، اعطش فراخي شويه مع كوبايه شاي تقيله. ان شاء الله باذن الله خلال يومين الدنيا تتظبط مع تظبيط درجات الحراره والتهويه والفرشه والكلام ده كله. ان شاء الله باذن الله هتبدا تلاحظي ان الحاله عندك بقت كويسه وتحسنت كتير باذن الله. تمام. فربنا يا رب ما يخسركم في طيوركم. حبيت اعمل لكم الفيديو ده والله بالتفصيل عشان اتكلم معاكم بس في المضادات الحيويه. ما تغلطيش وتحطي اي مثلا ده انا عندي مضاد حيوي مثلا انا جايب يعني موجود عندي. طب المضاد الحيوي اللي عندك ده هل للبرد، هل للجيوب الانفيه، هل للاسهالات، هل لايه بالظبط؟ فما ينفعش ان انا احط اي مضاد حيوي، لان تركيبه المضاد الحيوي اللي مثلا بتاعه البرد مختلفه خالص عن تركيبه مثلا المضاد الحيوي بتاعه الاسهالات او للبرد الشديد او للكلام ده كله. فيا رب في فيديو النهارده بس نكون وصلت لنا معلومه ان احنا نحاذر ونخلي بالنا من العلاج. وكمان المضاد الحيوي ما ينفعش ان احنا نركنه. بقى عندي شويه مضاد حيوي، ده انا اخليهم مثلا لو للدوره اللي جايه وكلام ده كله. لا، المضاد الحيوي حاولوا تخلصيه. حاجه كمان، ما ينفعش املى السقايه واقول ده المضاد الحيوي ده يشربوا منه يومين وثلاثه. لا، ده ليه عدد ساعات معينه، كل 8 ساعات مثلا او كل 12 ساعه، ده على حسب نوع المضاد الحيوي. فاهمين انا اقصد ايه؟ ابدا احط بعد بقى جرعه المضاد الحيوي الكلام ده كله. ممكن ادي رافع مناعه، ادي شويه فيتامينات، اظبط الدنيا عندي. ده كان فيديو النهارده. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. قولوا لي نتكلم عن ايه تاني. اشوفكم على خير، مع السلامه.